بهالمناسبة عزيزاتي حبيت يعني أذكر نفسي وأذكركم في واحد بعرفه الله لا يمسيه بخير ولا يصبحه بخير ولا يرزقه ولا يربحه ولا يكسبه إلهي. شو هوايته المفضلة؟ الركض ورا النسوان ورا الأطفال المراهقات. هيك تعرفوا هاي الفئة، الله يقرفكم. خليني ماسكة حالي بس عشان ما اهبدش اكتر. بعدين مع الاولاد اللي بنعرفهم بحياتنا بعدين. شو عزيزي الله لا يعطيك العافية. طبعا هاي احد مشاركات الصبايا عندي، واحد كمان يعني احنا الناس اللي بنعرفهم هيك يعني بيكونوا بيعروا بعيد عنكم. المهم عم اقطع الفلفل. الفليفله بتذوب بسرعه، عشان هيك انا ما بحطها مع الدجاج والفطر والذره، يعني بحطها بنص هيك الوقت، لانه هدول على السريع بيذوبوا الفليفلات. للامانه انا بحبهم، بس بحسهم هم مجرد زينه للطعام، يعني ما في فائده منهم. بلس انه هاي معلومه بعرف انكم عارفينها، وبعرف انه ملهاش داعي احكيها، بس بحكيها يعني من ضمن المواضيع. ملكة خلط المواضيع حلا عثمان. بس والله درجة الحلالة حلو بلشنا نقرض. شو سجل يابا؟ يا ريتني بس استغفر الله العظيم، مرات الواحد من انه بس بنام وين متى ما بده، ما حدا بيحكي معه. لا حول لهم ولا قوة. الحمد لله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا هيك حكى. بس في ناس سبحان الله ربنا له حكمة. خلص جد خلص خليني ساكتة بيجوا بيحكوا لك تخطيتي. شو ولا شو بدي اتخطى؟ شو سبع هالحظ اللي عمره ما تعدل معي. اي والله لو اني ماكلي مالي خطايا مين بس والله لو ماكلي مال يتيم اقسم بالله. لو كان امر من عند دار ايتام واحط لهم بابا فين ما صار في هيك. معرفة ناس وسخة هالقد. شو هاد؟ كل ما نحكي عن حدا منيح بيطلع ألعن، كل ما قررنا نعطي حدا فرصة تانية بيطلع أزفت ووسخ. استغفر الله العظيم. هي الدنيا تغيرت ولا احنا بعدنا مترابيين؟ مش عارفة. خلص هلا لا تعملي حالك مسكينة، ما حدا بيقدر لك. لا والله اني طيبة، والله قلبي زي البوبو اللي عمره سنة ونص. ليش سنة ونص ما بعرف، بس اظن انه بيكون يعني بلش يميز الناس الطفل بهذا العمر. خلي اكمل طبختي باش يجي ابوي يسخطني. باي.